أنا اسمي جنات، عمري 35 سنة، ومتزوجة من تقريباً 10 سنين، وعندي 3 عيال، وزوجي مسافر برا الكويت من فترة طويلة بحكم شغله. وعندي أختي حسناء أصغر مني ب10 سنين، توها متزوجة جديد وعايشة بروحها بشقة بالكويت، لأنه زوجها بعد الزواج بفترة قصيرة سافر مثل زوجي. ومن يومها صارت علاقتنا أقوى من قبل، كل واحدة فينا تحس بالثانية، خصوصاً بهالوحدة اللي عايشينها. كانت حسناء دايم تتصل علي: تعالي يا جنيتي مليت وأنا بروحي. وأنا بصراحة ما كنت أتردد، أخذ عيالي وأروح لها، نقعد نسولف نضحك ونحاول نكسر هالروتين القاتل. بس مع الوقت بديت ألاحظ إن حسناء اتغيرت، صارت غريبة شوي، كلامها مو واضح وتصرفاتها فيها شي مو مريح. بيوم من الأيام كنت عندها وقاعدين نسولف عادي هو، فجأة قالت لي كلام غريب: جنات، مو تحسين إن حياتنا ناقصها شي؟ استغربت منها، قلت لها شنو تقصدين؟ بس هي ما ردت بشكل واضح، بس ابتسمت ابتسامة حسيت وراها ألف معنى. بين ما أنا قاعدة أفكر بكلامها فجأة الباب دق، استغربت، قلت لها منو هذا؟ قالت بكل برود: عادي، شخص أعرفه. هني أنا بديت أحس إن الموضوع فيه شي غلط، وقبل لا أستوعب انفتح الباب ودخل واحد أول مرة أشوفه، وقف قدامي ونظراته كانت غريبة، كأن الموضوع كله مرتب من قبل. لفيت على حسناء وقلت لها شنو هذا ومنو هذا الريال؟ بس اللي صار بعدها كان شي ما كنت أتوقعه أبد. واللي صار بيني وبين أختي بهاللحظة كان بداية سلسلة أحداث قلبت حياتي كلها. بس قبل أكمل لكم، لا تنسون اللايك والاشتراك عشان أوصل لكم باقي القصة. المهم، بيوم من الأيام كنت قاعدة عند حسناء وفجأة قالت لي: جنات، في مشكلة صايرة عندي بالحمام، الحنفية تخربط وتسرب ماي بشكل مو طبيعي وخايفة الموضوع يكبر. قلت لها عادي، لا تشيلينهم، بدور لك على سباك زين بهالمنطقة. مسكت جوالي ودخلت قروبات المنطقة وسألت، وكلهم تقريبا رشحوا لي نفس الشخص وقالوا هذا شغله نظيف وسريع. عطيتها رقمه وقلت لها كلميه وحدي معاه وقت. قالت لي بس تعالي معي لما يجي، ما أحب أكون بروحي مع غريب. قلت لها اليوم ما أقدر، مشغولة والعيلة عندهم تمارين، خليه باسر أو عقب بشر وأنا أجي معاجة. قالت تمام. ثاني يوم تفاجأت فيها تدق علي وتقول السباك بالطريج. استغربت، قلت لها شلون؟ أنا قلت لك نأجله. قالت خلاص كلمته وبيوصل. هني حسيت الموضوع مو مريح، بس بنفس الوقت كنت فعلا مشغولة وما قدرت أروح. قفلت معاها، بس بعد شوي قلبي ما ارتاح أبد. قلت بيني وبين نفسي شلون أخليها بروحها، شقة بروحها وريال غريب ده داخل عليها. توترت صراحة وخفت يصير شي مو زين. على طول ناديت جارتي وخليت عيالي عندها وقلت لها تراقبهم لين أرجع، وأخذت بنتي الصغيرة وطلعت بسرعة عند حسناء. لما وصلت كان صار لي تقريباً ساعة ونص من آخر مكالمة. دقيت الباب، فتحت لي حسناء، بس شكلها مو طبيعي، شعرها ملخبط وملابسها مو مرتبة وملامحها فيها توتر غريب. نظرت لها وقالت حسناء شفيج؟ كل شيء تمام؟ قلت لها السباك خلص شغله؟ ابتسمت بطريقة غريبة وقالت إيه خلص، بس نبرة صوتها كانت مو مقنعة. وفجأة طلع الريال من داخل الشقة، بس مو من جهة الحمام، لا، من جهة غرفة النوم. وكان لابس بشكل مو رسمي وكأنه مستعجل يطلع. وقتها وقفت مكاني مصدومة، لفيت على حسناء وقلت لها بنبرة قوية شنو قاعد يصير بالضبط. بس هي ضحكت ضحكة خلتني أتوتر أكثر. بصراحة ما قدرت أستوعب اللي شفته،
حسيت إن في شي كبير قاعد يلعب من وراي وشي مو طبيعي أبد. ما تكلمت، لفيت وطلعت من عندها على طول. ومن ذاك اليوم بدت الشكوك تكبر براسي، واللي اكتشفته بعدين عن أختي كان أخطر بوايد مما كنت أتوقع. أول ما طلعت من عند حسناء ذاك اليوم كنت معصبة ومتوترة، ما كنت ناوية أكلمها أبد. بس اللي صار إنها ما وقفت تتصل، كل يوم تدق عليها وترسل رسائل: جنات سامحيني، والله ما كان قصدي، أنتي فاهمة ظروفي، أنا بروحي وزوجي مسافر. قعدت أسبوع كامل وهي تحاول تراضيني. بصراحة هي أختي الوحيدة، وقلت بيني وبين نفسي أنا بعد نفس حالتها، زوجي مسافر والوحدة صعبة، فقررت أني أعدي الموضوع بس بحذر. رديت عليها، تدريجيا رجعنا نتكلم، وصارت تجيني تزورني، تحاول ترجع كل شيء مثل قبلها. بس كنت أحس إن في شيء تغير، مو نفس حسناء اللي أعرفها. بيوم من الأيام قالت لي لازم تجين عندي، اشتقت لك ونبي نقعد مثل قبل. الغريب إنها قالت لا تجيبين العيال، خليهم عند جارتك. استغربت شوي، بس قلت يمكن تبي نرتاح ونسولف على راحتنا. رحت لها وقعدنا نسولف ونضحك بالبداية، بس لاحظت شي غريب، عيونها مو معاي، كل شوي تطالع جوالها وتطالع الباب. سألتها: حسناء ناطرة أحد؟ ابتسمت وقالت: إيه، بس شوي وبتعرفين. قلبي بدق بسرعة، حسيت إن في شي مو طبيعي. وفجأة طق الباب، سكتت وقامت تفتح. المفاجأة دخل نفس الرجال اللي شفته قبل. وقتها فقدت أعصابي وقلت لها: أنتي شفيج، ليش يرجع مرة ثانية؟ قالت لي بهدوء غريب: اصبري بس بتفهمين. بس فجأة الوضع تغير بشكل مخيف. الرجال صار تصرفه عدواني وقرب مني بطريقة خلتني أتراجع. حاولت أوقفه وأبعد، وصرخت على حسناء: شنو هذا اللي قاعد يصير؟ والصدمة مو منه، الصدمة من حسناء نفسها. بدال ما توقفه كانت واقفة وتصور بالموبايل. حسيت الدنيا وقفت. صرخت فيها: حسناء ليش تسوين جدي؟ بس كانت مصممة بشكل غريب، كأنها مهيأ. بهاللحظة استوعبت إن الموضوع مو بس تصرف غلط، لا، في شيء أكبر ومخطط له من البداية. واللي اكتشفته بعدها عن أختي خلاني ما أثق بأي أحد بحياتي مرة ثانية. وقتها كنت أحاول أستوعب شنو قاعد يصير. تعبت من كثر ما حاولت أقاوم الموقف، مو لأني ضعيفة، بس لأن الصدمة كانت أكبر من قدرتي على التفكير. كل شيء صار بسرعة، ولحظة ورا لحظة حسيت أني مو مستوعبة الواقع. جلست ساكتة أحاول أهدأ وأفهم، بس اللي زاد الصدمة إن حسناء كانت واقفة وتوثق كل شيء بالموبايل. هني الموضوع تغير من مجرد موقف غريب إلى شيء أخطر بوايد. بعد فترة وقف كل شيء فجأة. الرجال طلع بدون ولا كلمة، كأنه كان مسوي شغله ومشي. وأنا كنت قاعدة مكاني مو قادرة أتحرك. حاول أستوعب. قمت بعدها بشوي ولفيت على حسناء وقلت لها: ليش؟ شنو اللي سويتيه فيني؟ نظرت لي بكل برود وقالت جملة ما أنساها طول عمري: أنا كنت أدري إنج تحتاجين تعرفين الحقيقة. بداية كشف السر. استغربت وقلت لها: أي حقيقة؟ قالت: مو كل شيء تشوفينه يكون مثل ما تتوقعي. وبعدين ورتني الفيديو اللي صورته. قلبي طاح، مو بس لأنها صورت، لكن لأن واضح أنه الموضوع كان مخطط له من قبل. قالت لي: هذا مو أول مرة، هني حسيت الأرض تهتز تحت رجولي. قلت لها: شلون يعني؟ قالت: في ناس تراقب، تدفع، وتبي هالأشياء تصير. استوعبت وقتها إني دخلت بشيء أكبر مني، مو بس موقف عائلي، لا، الموضوع فيه ناس وفيه تسجيلات
وفيها شي يشبه الابتزاز. قلت لها وأنا معصبة: أنتي شنو ناوية تسوين بهالشي؟ سكتت شوي وبعدين قالت: هني يبدأ الجزء الحقيقي من القصة. بهاللحظة عرفت إن حياتي بعدها ما رح تكون مثل قبل أبد، وإن القرار اللي باخده الحين يا ينجيني يا يدمرني بالكامل. طلعت من عند حسناء ذاك اليوم وأنا مو قادرة أستوعب شنو صار. قلبي كان يعورني، مو بس منها، لا، من نفسي بعد. شلون وثقت فيها لهالدرجة؟ وشلون ما انتبهت من البداية إن في شي غلط؟ رجعت بيتي وقررت أقطعها نهائي. لا مكالمات، لا زيارات، لا أي تواصل. بس هي ما استسلمت. كل يوم تدق ترسل كي شي تعتذر: جنات سامحيني، غلطت وما راح أكررها. بصراحة كنت ضيعة، هي أختي الوحيدة، بس بنفس الوقت اللي سوته ما ينغفر بسهولة. وغير هذا كله كان في شي قاعد ياكلني من داخل، الإحساس بالذنب، مو بس منها، لا، من نفسي ومن حياتي ومن كل شي صار. وأسوأ شي ما إني صرت أخاف، مو منها بس، أو أخاف يكون في شي أكبر وراء الموضوع. قلت بيني وبين نفسي: وشلون لو الموضوع ما وقف؟ وشلون لو في ناس تانية؟ وشلون لو في شي ينستخدم ضدي؟ بهاللحظة فهمت درس عمري ما راح أنساه: مو كل شخص قريب منك يكون فعلا أمان. وبعد كم يوم جاني رقم غريب على جوالي، رسالة واحدة بس: إذا تبين الموضوع يوقف لازم نتكلم. وقتها تجمدت بمكاني، لأنه الرسالة كانت واضحة، الموضوع ما انتهى. وهني عرفت إن اللي صار مع حسناء كان مجرد البداية. بس قبل أكمل لكم شنو صار بعد هالرسالة، قولوا لي بصراحة لو كنتوا مكاني تسمحون ولا تقطعونها نهائي؟ ولا في تصرف ثاني ممكن ينقذ الموقف؟ لا تنسون اللايك والاشتراك. أما دعاء كانت تحاول تبين إن الموضوع عادي، بس أنا كنت حاسة إن الموضوع أكبر من جذي. كبرت الفكرة براسي، مو بس لأنهم خدعونا، لكن لأنهم كانوا يعرفون عنا كل شيء من غير ما نحس. ومن يومها صرت أنتبه لكل تفصيلة، أي رقم غريب، أي شخص يراقب، أي موقف يتكرر، لأنه اللي صار علمني درس ما راح أنساه طول عمري. مو كل شخص يبتسم لك يكون نيته طيبة، وبعض العلاقات تبدأ صدفة نهايتها تكون محسوبة من البداية. وهذه كانت قصتي. ولو صار معاكم موقف مشابه لا تسكتون ولا تستهينون، وانتبهوا زين، لأن مو كل شيء يبان عادي يكون فعلا عادي. وإذا وصلت لهني لا تنسى اللايك والاشتراك، ونشوفكم في قصة جديدة. مع السلامة.